صباح الخير. النهاردة هنعمل الكنافة كب كيك بالقشطة. شكلها تحفة وتقديمها سهل من غير ما نقعد نقطع. بس قبل ما نشوف الوصفة، ولو أول مرة بتشوفيني، ما تنسيش تشتركي في القناة. أول حاجة هنعملها السيرم أو الشربات. هبدأ بيه عشان شربات الكنافة لازم يكون بارد. هنضيف 2 كوب سكر في نص الحلة بالظبط عشان ما يلزقش منك في الجوانب. هضيف عليهم كوب وربع مية. وأول ما الشربات يغلي والسكر يدوب، هضيف عصرة ليمون وكام عود من القرنفل، بينقل الشربات لحتة تانية خالص. وهضيف كيس فانيليا، وممكن تستبدلي القرنفل بعود قرفة أو فصوص حبهان، بيدي نكهة حلوة قوي للشربات. هسيب الشربات يغلي لمدة 10 دقايق، وقبل ما ارفعه من على النار هضيف معلقة كبيرة من عسل النحل أو عسل الكلوكوز. هصبه في كوباية أو برطمان وهسيبه يبرد في التلاجة. هنيجي للقشطة الكدابة، و2 كوب حليب عليهم 4 معالق كبار من النشا. يعني كل كوباية لبن عليها 2 معلقة من النشا. هقلب كويس عشان ما يكونش فيه أي تكتلات. وبعدين هضيف كيس من الفانيليا. هرفعه على النار لحد ما القوام يتقل، وهضيف كوباية من قشطة اللبن. وهقلب لحد ما القشطة تدوب، وبعدين هسيبه يهدى. وأنا ضفته في كيس عشان يكون سهل عليا وأنا بصبه على الكنافة. وهنا 500 جرام من الكنافة جمدتها في الفريزر عشان تكون سهلة عليا وأنا بقطعها. قطعتها بالسكينة، ممكن تستخدمي المقص أو الكبة. الكمية دي هتعمل معايا 2 صينية كب كيك. أنا عايزة حجم التقطيع يكون بالحجم ده. هضيف على الكنافة 2 معلقة كبيرة سكر بودر، السكر عشان يديها قرمشة وكمان لون حلو. هقلب كويس عشان السكر يتغلل في الكنافة. هضيف كوباية كبيرة من السمنة البلدي والزبدة عشان الكنافة تكون معايا طرية. ممكن تستخدمي السمنة بس. هفضل أبث فيها كويس لحد ما أتأكد إن الكنافة اتغلفت كويس بالسمنة. الخطوة دي مهمة قوي للكنافة. هحضر صينية الكب كيك وهكون دهناها بالسمنة. هحط فيها جزء من الكنافة وافضل أكبسها كده بإيديا. وهكبسها كويس بالكوباية عشان الكنافة تطلع معايا متماسكة ومتساوية. وبعدين هضيف القشطة وهكون حريصة إن هي تكون في وسط الكنافة. وبعدين هضيف الطبقة التانية من الكنافة وهطبطب عليها كده بالراحة بالإيد. هرش على وش الكنافة سمنة، وبعدين هدخلهم الفرن على درجة حرارة 180 لحد ما تتحمر الحواف وتكون لونها ذهبي
وفصلت من جدار الصينية، ساعتها هقدر أولع الشواية عشان تاخد لون حلو من فوق. الله على جمال لونها وشكلها الحلو وريحة السمنة البلدي. هسقي الكنافة وهي سخنة بالشربات البارد. الخطوة دي برضو مهمة للكنافة عشان تكون طرية معانا. ناخد بالنا يا جماعة إن من أسباب نشفان الكنافة هو استخدام شربات تقيل أكتر من المطلوب. شايفين شكلها حلو إزاي؟ تقدري تزينيها زي ما انت عايزة بالمكسرات. الكنافة مقرمشة من فوق وطرية جدا من جوه، بجد طعمها حلو قوي وشكلها تحفة وكمان سهلة في التقديم. لو الوصفة عجبتك ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي الجرس ولايك للفيديو وشير كتير، واشوفكم في فيديو جديد.